الشاي العراقي ذلك السائل الداكن اللون ليس مجرد مشروب تناوله العراقيون، بل يرتبطون به ارتباطا تراثيا، حتى أصبح الاهتمام به يدخل في أدق التفاصيل من حيث المكونات وطريقة العمل التي يختص بها العراقيون. أكثر شيء شاي الحامض، مشروبات قديمة يعني الناس، اي والدنيا السحارة الناس تفضل لسه البارد يعني، مرطبات والبيبسي والسفن اي لا الشاي ما يقدرون يستغنون عنه. الشاي شيء اساسي بالنسبة للقهوة، وحتى هو بالبيت يعني شيء اساسي يعني ما يقدرون يستغنون عنه. والله اخوي القهوة المتنفس الوحيد ان احنا كشباب بوهرز يعني نجي الصبح او العصر. الصبح هذا ما عندنا شغل، نجي الصبح، العصر دام احنا العصر هنا يعني نجي نشرب شاي، نسولف، نلعب ورق، دومنا. زين شنو الشاي، شنو الاشياء بحياة المواطن العراقي؟ والله هو الشاي هو مشروبنا المفضل يعني، تشرب شاي ورا لازم جقاره يعني، الوضعيه حاره يعني ونشرب يعني، ما تعرف انت الوضعيه هنا يعني. صباحا ومساء، صيفا وشتاء، ترى الشاي يوجد في المنازل والشوارع، يتناوله المارة أو من يرتاد المقاهي الحضن الدافئ لزواره، الذي يستمد دفئه من أبخرة الأباريق الشاي الممتزجة بدخان السكر والأرجيلة العراقية. قدم العلاقة بين العراقيين والشاي جعل له مكانا مميزا حتى في المعتقدات والأمثال الشعبية، إذ يدخل في بعض الخرافات السائدة في المجتمع العراقي قديما وما زالت تذكر للتسلية حديثا. نشرب حامض. يعني انت ليش تجي؟ شربت يا عيني شربت. نشرب شربت جاي. ايوه شاي. مرتاحين هنا ان شاء الله؟ مش مرتاح لك، هو اكو واحد مرتاح بالعراق؟ اكو واحد بالعراق مرتاح؟ ماكو. العب عيني. نلتهي على المود لا نفكر بالامور الصعبه. اي هاي ها، احب حامض، شاي، شربت. ايه شلون نقضي يومكم؟ ها، شلون نقضي يومكم هنا؟ مقضيها بالحب، محبوسين احنا بمعتقل، من القهوه البيت، من القهوه البيت، من القهوه البيت. الشاي العراقي شيء مثل أهله، يحتمل النار بصمت ويقبع في سجن الأباريق بأشكالها وأجناسها، ولكنه يخرج من كل هذه صافيا مثل المطر ونقيا مثل العقيق. ولشدة ولع العراقيين بالشاي تفننوا في إعداده وطريقة شربه، وللشاي قصص وقصائد ولوحات فنية وأغنيات. حرارة الصيف لم تمنع حب العراقيين طويل العهد والمتجذر مع الشاي أو توقفهم عن تناوله رغم حرارته. لقناة ديالى، مروان عدنان.